بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهارده هنتابع أخبار فريق النادي الأهلي وكل جديد في النادي. نبدأ مع بعض الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده مع أول أخبارنا قرار المدير الفني بمنع جميع اللاعبين من القنوات الفضائية والسوشيال ميديا. طبعا احنا كنا واخدين ان القرار دوت كان بيطلع دايما من مدير الكوره من النادي الاهلي اللي هو كابتن سيد عبد الحفيظ، المدير السابق للنادي الاهلي. فان مارسيل كولر هو اللي يطلع حاجه زي كده هي حاجه جديده وحاجه كويسه، منع جميع اللاعبين وعقابهم يحسوا ان في حاجه عملوها اثروا فيها. بس هي الغريب في الموضوع ان المدير الفني هو اللي يطلع يقول الموضوع اللي هو كان على طول كابتن سيد عبد الحفيظ اللي بيطلع يتكلم فيه. معنى كده ان احنا نستنتج ان دي من اسباب ان كابتن سيد عبد الحفيظ ساب منصبه، ان بعض اختصاصاته او هو ما وافقش ان بعض اختصاصاته تروح للمدير الفني. وطبعا شفناها كده في ارض الواقع ان المدير الفني هو اللي يطلع يقول العقوبه اللي موقعه اللاعبين دي حاجه جديده من النادي الفني، ما يطلعش كابتن خالد بيبو هو اللي يقول. نيجي للحاجة التانية اللي احنا شايفينها جريئة شوية من المدير الفني، انه يطلع يقول عن مشكلة وسبب الهزيمة. ان يعني اغلبية اللاعبين، مش جميع اللاعبين، اغلبية اللاعبين احتفلوا بالنصر وبالتتويج قبل المباراة، ودي حاجة ما شفناهاش قبل كده في النادي الاهلي، وبرضه ترجع من مدير الكورة. وكان قد ايه كابتن سيد عبد الحفيظ كان محافظ على النقطة دي. معنى ان اللاعبين يحتفلوا قبل المباراة ان فقدوا جزء كبير جدا من تركيزهم والتركيز في المباراة. احنا لما شفنا المباراة حسينا ان اللعيبة فعلا ما كانتش في كامل تركيزها، اللعيبة ما كانتش واعية ايه اللي بيحصل. كان في حاجة غريبة فعلا، مش بنشوفها في النادي الاهلي دايما. ودي نقطة برضو ترجع ان كان مغطيها كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن خالد بيبو، مش هيقدر يغطي الموضوع ده. على فكرة ده مش تقطيع في كابتن خالد بيبو ولا حاجة، لا احنا بصراحة احنا عايزين مصلحة فريقنا. وجود كابتن خالد بيبو ادم هيفيد فريقنا، احنا ورا كابتن خالد بيبو. وجود كابتن سيد عبد الحفيظ ادم هيفيد فريقنا، احنا ورا كابتن سيد عبد الحفيظ. بس دي فعلا اول الاثار السلبية اللي بانت بعد ما كابتن سيد عبد الحفيظ ساب النادي وساب منصبه من النادي. اما بقى موضوعنا التاني، موضوع عن السوشيال ميديا. طبعا السوشيال ميديا اليومين دول بتاع حاجة غريبة شوية، ان في فكرة كده أو حاجة مجنونة شوية إن النادي الأهلي يعتذر عن بطولة السوبر الأفريقي. طبعا دي حاجة غريبة، أول مرة نشوفها من جمهور النادي الأهلي. الروح السلبية ديت أول مرة نشوفها في جماهير النادي الأهلي. طب دي بطولة للثمانية الكبار في القارة. طب نقول إيه؟ نقول النادي الأهلي ما بقاش كبير؟ النادي الأهلي بيمر بوعكة هينسحب من البطولة عشان نبص لبطولة الدوري المصري، إن هي 14 فريق كلهم بيصارعوا في الهبوط. مش عارف، حاجة أول مرة نشوفها من جماهير النادي الأهلي. يا جماعة إحنا مش بتوع كاس كرامة، إحنا ما بنعرفش يعني إيه كاس كرامة وإن إحنا ننسحب من البطولة. لا، إحنا ننسحب من البطولة يا إما تكون البطولة ودية وعندنا بطولة جامدة، تكون بطولة دولية أو بطولة قارية. عشان كده وفي بطولة تانية ودية ممكن ننسحب من البطولة الودية عشان نلعب البطولة الأشد أو البطولة الجامدة. مش هنسحب من البطولة الجامدة عشان نلعب في بطولة ضعيفة. حاجة كانت غريبة فعلا وأول مرة نشوفها في جماهير النادي الأهلي. بس أنا أعتقد يعني الاقتراح دوت مش من جماهير الأهلي، لا دي من جماهير هي واخدة على كده، واخدة على روح الانسحاب، واخدة على روح على ان هي تاخد كاس الكرامه، تاخد عربيتها تمشي وتخش بنزيمه، ما نلاقيش اللعيبه واللعيبه يهربوا. لا، احنا ما عندناش الكلام ده. احنا بنكون في قلب بطوله بنبقى قدها، ولازم نوصل لاخرها، لازم نوصل لاخر البطوله، ولازم نشوف النهائي بتاعها. دي جماهير الاهلي واحنا متعودين كده من على جماهير النادي الاهلي. كده خلصت اخبارنا النهارده. ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من قناتنا. بس كده، سلام.